السلام عليكم. تخيلوا كده بلحظة في التاريخ، لحظة مش زي أي لحظة بتعدي علينا. اللحظة دي اتولد فيها إنسان هيغير شكل الدنيا كلها. تفتكروا كده كانت الدنيا عاملة إزاي؟ هل فعلا الدنيا نورت؟ وهل برضو لحظة الولادة كانت مختلفة عن أي مولود تاني؟ ما تيجوا نعرف ليه ربيع الأول وليه 12 بالتحديد؟ طيب، وهل كان في علامات حقيقية ولا كلها مجرد حكايات؟ النهاردة هنتكلم عن ميلاد النور، ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لحظة بدأ فيها التغيير، ومن بعدها ما بقاش العالم زي ما هو. فكر كده، ولو كنت موجود وقتها يا ترى بقى، لو كنت وقتها كنت هتحس بإيه؟ هل برضو كنت هتلاحظ إن في نور فعلا ظهر، ولا اليوم ده كان هيعدي عليك عادي؟ خليكم معايا لأننا على وشك ندخل لحظة من اللحظات اللي نورت الدنيا كلها، وذكرها ربنا في كتابه الكريم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتولد في مكة، في حي أو مكان اسمه بني هاشم، في بيت أبوه عبد الله ابن عبد المطلب. ويجي علينا شهر ربيع الأول في السنة اللي اتشهرت باسم عام الفيل، بعد حادث الفيل بحوالي 50 يوم. طيب، كان يوم كام بالظبط تقريبا؟ أغلب الروايات المشهورة بتقول إن اليوم اللي اتولد فيه الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام ده كان يوم 12 ربيع الأول. واللي مش مهم الرقم، المهم إن في اليوم ده اتولد النور اللي غير حياتنا للأفضل، وغير كمان معاه شكل الزمن كله. في اللحظة دي السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم حست بحاجة مش عادية. اتذكرت في الروايات، بتقول في رواية حسنها بعض أهل العلم إنها شافت نور خرج منها وقت الولادة، نور أنار لها قصور الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض العلماء: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ومن اللحظة الأولى آمنة كانت حاسة إن ابنها مش زي أي حد، كأن في طمأنينة وسكينة، وكأن العالم كله بيستعد للي جاي. من أول لحظة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم. أبوه عبد الله توفى قبل ما يتولد طبعا، وهو لسه جنين في بطن أمه. مفيش كلمة بابا، بس ربنا قال في القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى. يعني ربنا هو اللي حضنه، هو اللي رباه، وهو اللي وجهه من أول نفس ليه. ودي رسالة لينا كلنا. ممكن تتولد يتيم أو تمر بظروف صعبة، لكن لو ربنا معاك فأنت مش لوحدك. في روايات بتقول إن نار المجوس اللي كانت بتولع من آلاف السنين انطفت، إن بحيرة سوا نشفت فجأة، وإن السماء كانت منورة بشكل غريب. بس كتير من الروايات دي فيها ضعف، أو طبعا من الإسرائيليات، وعلشان كده طبعا بلتزم بالقاعدة الذهبية: ما ثبت نقلناه، وما لم يثبت تركناه. لكن الشعور العام في مكة وقتها كان إن في حاجة كبيرة حصلت في الوقت ده. الناس كانت حاسة إن في حاجة بتتغير طبعا. أم الرسول آمنة بنت وهب سمته محمد، واسمه محمد ما كانش منتشر في وقتها، وجده عبد المطلب هو اللي اختار الاسم. ولما سألوه ليه سميته محمد، قال علشان يكون محمود في السماء ومحمود في الأرض. وده اللي حصل. الكون كله ردد اسمه مع كلمة اللهم صل على محمد. وذكرها برضه ربنا في كتابه الكريم وقال: ورفعنا لك ذكرك.
ميلاد النبي ما كانش مجرد ولادة إنسان، ده كان بداية رحلة نور هتنور بها القلوب والعقول وكمان شعوب. مولود اتولد يتيم في مكة، لكن هيكبر وهيبقى نبي. هيبدأ حياته في حضن أمه وهينهيها في حضن أمة بأكملها. حياته بدأت بنقطة نور، والنور ده لسه ما اتطفاش لحد النهاردة. لو كنت حاضر لحظة الميلاد، يا ترى كنت هتحس بإيه؟ تفتكروا كنت هتشوف حاجة مختلفة؟ هل يوم 12 ربيع الأول بالنسبة لي ده يوم عادي، ولا يوم بتحس فيه بحاجة خاصة؟ شكرا من قلبي ليك إنك كملت لحد هنا. طبعا المحتوى ده معمول بحب وإخلاص علشان يوصل لقلبك وقلب كل واحد بيدور على النور. لو المحتوى عجبك ساعدنا نوصل لناس أكتر ممكن تستفيد، ونرجع التاريخ من أول وجديد. في الحلقة اللي جاية هنحكي عن حليمة السعدية والبركة في حضنها، ست عظيمة هتغير حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياتها كمان. ما تنساش إن القاعدة الذهبية رقم 1 معانا: ما ثبت نقلناه وما لم يثبت تركناه. والسلام عليكم ورحمة الله.